مرحبا بكم، عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم والوطن بألف خير. تحتفي الذاكرة الشعبية اليمنية بعدد من الطقوس الخاصة بموسم الحج، وتختلف العادات المرتبطة بهذه المناسبة باختلاف مناطق اليمن الكبير وتنوعها الجغرافي. ففي العاصمة اليمنية صنعاء تحضر المدرهة التي لها دلائل شعبية وتفاصيل تقليدية في أوساط المجتمع اليمني. المدرهة هي عبارة عن أرجوحة تصنع بواسطة الأخشاب القوية، يتم ربط أعمدتها بسلاسل حديدية أو حبال قوية ومتينة، ويركز الأهل عند توثيق أعمدتها وحبالها على عدم انقطاعها، لأن انقطاعها يحمل اعتقاداً ينذر بالشؤم من أن الحاج في خطر، خاصة وأن السفر للحج كان قديماً شاقاً ومحفوفاً بالمخاطر ويستغرق عدة أشهر. تاريخياً تعود بداية المدرهة حسب بعض المصادر التاريخية إلى قبل أو إلى أكثر من 1200 عام، وأصبحت تقليداً سنوياً للتذكير بموسم ذهاب وعودة الحجاج اليمنيين وإحياء التراث الشعبي الذي يزخر به اليمن. هناك بعض التفاصيل الخاصة بهذه المدرهة سنستعرضها معكم. تنصب المدرهة أو الأرجوحة وهي مزينة بالمصابيح وبعض اللمسات من الأزياء الشعبية اليمنية، حيث يعلق الأهالي عليها قطعة قماش من غترة أو عمامة الحاج الذكر أو قطعة من قماش ملابس المرأة الحاجة، وتسمى المدرهة باسمها أو اسمه، وتستمر قرابة الشهرين بعد عودة الحجاج من مكة تعبيراً عن الابتهاج بإتمام الفريضة، إذ يتسامر الزوار مع الحاج قاصاً عليهم شعائر الحج والمخاطر والحكايات التي صادفها في الطريق. مشاعر الوداع والاستقبال. حركة المدرهة أو الأرجوحة ذهاباً وإياباً وارتفاعاً وانخفاضاً تعد محاكاة وتجسيداً فعلياً لقلق أهل الحاج عليه وشوقهم إليه. أما الأغاني والأصوات التي تسمعونها الآن والتي يرددها المتواجدون حول المدرهة هي كلمات يغلب عليها الشجن والشوق والحزن أثناء توديع واستقبال الحاج بمشاعر صادقة فيها الكثير من الحب ودعوات العودة بالسلامة، وفي النهاية تختلط فيها مشاعر الخوف بالرجاء مع لحظات الاستبشار المتبوع بليال من الفرح العارم. يملوك معاه. ختاماً، المدرهة أو الأرجوحة أو كما يسميها البعض المرجيحة هي أحد الطقوس الاجتماعية اليمنية التي لها معنى أنثروبولوجي يعود إلى عادات وتقاليد ما قبل الديانات السماوية، وهذا يدل على ثراء الموروث الثقافي في اليمن وأن جذوره ضاربة في أعماق التاريخ. كل عام والجميع بخير وعيدكم مبارك. لحاجنا واخوان